الرمان طلع، واول ما شفته كان لازم اجيبه. ليه بقى؟ الرمان بيفرق جدا يا جماعه في نضاره البشره. الرمان مليان انتي اوكسيدنت، لو هتعملوه بالطريقه اللي هقولها لكم دلوقتي وتشربوا الميه بتاعته دلوقتي زي ما هتشوفوا، انتي اوكسيدنت رهيب للبشره، مفيد جدا ليها. خليني اقول لكم كده على الطريقه سريعا. انا الطريقه بسيطه جدا. تمام. الرمان معروف انه نجفة الفاكهه، يعني هو جميل اصلا يعني. احنا هنجيب الرمانية واقطعها بالنص كده. احسن طريقة ان احنا نفرط الرمانة، ان احنا بنقلبها على وشها، تبقى وشها في كف ايدينا اهو، وشها في كف ايدينا، ونمسك معلقة بظهر المعلقة كده ونخبط، هتلاقي بذر الرمان او الرمان نفسه نزل بسهولة جدا، يعني الرمان نفسه ابتدى يتفرط بسهولة جدا. مجرد ما تخبطي هتلاقي مفيش رمانية جوه هتفوتك، يعني تقعدي تخبطي خبطي خبطي كده، من اسهل الحاجات. تمام. وبعدين انا الكمية عندي رمانتين، فرطتهم بنفس الطريقة مفيهاش اي تعقيدات. وبعدين بقى هعمل ايه؟ هجيب شفشق جك. تمام. بصوا رمان وجماله جميل يا جماعة، مليان فوائد رهيبة، وفيه فيتامين سي وفيتامين كي، يعني بجد من حاجات اللذيذة والحلوة جدا. انا عندي شفشق كده، وبعدين هبتدي احط فيه من 3 ل 4 معالق سكر كبار. كل اللي انا هعمله ان انا بعد ما احط السكر هقوم جايبه الرمان بتاعي اللي انا عملته وانزله في المية دي بس. دي الطريقة. وبعدين بعد ما انزله في الميه، بص لونه غير في الميه على طول ازاي. انا عايزاه، عارفين فكره الديتوكس، انا عايزاه فكره الديتوكس بس يبقى طعمه لذيذ وحلو كده. انا ما بحبش اضربه في الخلاط، دي انسب طريقه ودايما بحب اكله بيها، وسهله جدا وجميله، لان البذر كمان بتاعه لما بتاكليه كده البذر نفسه مفيد. وهبتدي اقلب قلب 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 لغايه ما احس ان السكر داب معايا كويس جدا جدا يعني. كل ما تقللي الميه، طبعا الميه على حسب الرمان، يعني انا عامله نص لتر الميه ده على رمانتين، هما كده كده هسيبهم ليلة في التلاجة يتنقعوا. ده بعد ليلة هجيب بقى اي مغرفة عندي واقلب كده بس عشان لو في سكر لسه تحت. وبعد ليلة من التلاجة حاجة كده بقى ساقعة وجميلة، هتقوموا حاطينها ايه، جيبوا طبق عادي، كوباية، انا ساعات بشربه في كوباية كده، وتحطوا بقى الرمان في الكوباية دي وتاكلوه بالمعلقة بس. دي الرومان، وطريقه اللي انا بعمله بيها حلوه المغرفه دي جدا، لان بقدر اعمل بيها ان انا احط رمان او ميه، بحيث ميه ما تكترش الرمان ما يكترش، اللي بيحب ميه اكتر رمان اكتر. كده كده الميه اخدت فايده الرمان كلها. انت بيتي الرمان ليله في الميه، فالميه اللي انت هتشربيها دي مفيده جدا. يعني انت لو مش حابه الرمان نفسه، خدي الميه دي اشربيها كل يوم، انت عندك في التلاجة هي، اشربيها كل يوم كده وشوفي بشرتك هتبقى عامله ازاي. كان فيديو النهارده، لايك وسبسكرايب لو بتتابعيني من اليوتيوب، او فولو لو بتتابعيني من الفيسبوك، وسيبيلي كومنت لطيفه تشجع بيه، واشوفكم فيديو تاني. باي باي.